فبالنسبه لي الاجازه دي فرصه، يعني بطلع كل طاقتي. مثلا كوره، بحب كوره جدا. بلعب في الشارع وبلعب بالموبايل. انا بلعب شطرنج، انا مدمن شطرنج. فانا لما بتعلم شطرنج ده بتنمي الذكاء. اصلا الشطرنج دي لعبه اللي كان بيلعبها السادات ده كان رئيس جمهورية. فبيقول ازاي بقى كده مثلا هو جيشه هو ده مصر مثلا اللي هي ده. بيقول بقى هيعمل ازاي، هيعمل جيشه اللي ضده مثلا مين، هيعمل ايه. دي يعني بحب استفاد منها، بس الصراحة يعني انا بعملها مش كاستفادة، كان مسلية جدا. عندك برضو يا احمد؟ أنا كمان بحب ألعب الألعاب اللي فيها تفكير، ايه يا احمد؟ البازل والكورة، وكمان الألغام. قاعدة أفكر في الحل. احمد انت لما بتلعب كورة مثلا بتفكر فيها بايه؟ بفكر أصد ازاي، وأفكر أشوط ازاي. وانت يا يوسف بتحب تلعب حاجات اللي فيها تفكير؟ انا بحب العب الشطرنج. انا بحب انا العب، اعمل حاجات بايدي. ممكن اعمل من ازازه مقلمه. ممكن لو حاجه مش متثبته اقدر اثبتها بان انا الزقها بحاجات. مش لازم يكون لزق. ممكن استخدم شمع، ممكن استخدم امير، ممكن استخدم حاجات تانية كتير ان هي تلزق، تحل الموضوع، لان مفيش حاجة ملهاش حل.